نكشة النهاردة عن 7 سنين سواد مروا على مصر والمصريين، أيام ما كان الفاطميين بيحكمونا بتوع الكنافة والقطايف والبليلة، أيام من كتر قسوتها سميناها الشدة. حلقتنا النهاردة عن الشدة المستنصرية. صوتوا يا جماعة، يمكن حد يجينا. صوتوا. بس قبل ما نحكي عن الشدة والمجاعة والرعب ده، خلينا نعرف الأول مين الفاطميين دول أصلا. دي ناس كده هلت علينا بطلعتها البهية من نواحي تونس والمغرب، دخلوا مصر سنة 996 ميلادي وقالوا لنا احنا أحفاد ستنا فاطمة الزهراء بنت النبي، واحنا الأحق بالحكم من أي هليب تاني. كانوا شيعة إسماعيلية، يعني شغالين على فيرجن تاني من الإسلام غير اللي نعرفه. الخليفة عندهم مش بس بيحكم، ده كمان إمام وكلامه قرآن، واللي بيعارض بيتعمل له بلوك من الدنيا. إنهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ دخلوا مصر بسيف جوهر الصقلي وبنوا القاهرة، مش عشان الناس تعيش فيها ولا عشان بعد 1000 سنة نتفرج عليها ونحكي ونتحاكم مدارسها وجوامعها، ولكن عشان تبقى مركز قيادة مشروعهم الكبير، الهيد اوفيس اللي هيسطروا منه على جزء مش قليل من العالم. احنا دلوقتي في النص الثاني من القرن ال11، ومرت حوالي 30 سنة من حكم الخليفة المستنصر بالله، ومصارين بلدنا بتتقطع من الجوع، وجيشه اللي المفروض كان بيحمينا بما اننا بندفع لهم الاتاوة كان مشغول في عركة حرامية ما شافوهمش وهم بيسرقوا، بس شافوهم وهم بيتحاسبوا. شوية أتراك على شوية أرمنلية على شوية سودانيين، وجدي وجدك فلاحين شايلين طين غيطان بلدنا فوق كفوفهم المشققة. طب والنيل؟ زي ما قال عمك الحاج المقريزي في التعاظ الحنفة وابن ميسر في أخبار ملوك مصر، النيل شحت ميته وما بقاش فاضل فيه غير طمي ناشف، وبالتبعية بارت الأرض وما بقيناش لاقيين حتى العيش الحاف. ولما تيجي تقرأ كلام معظم المؤرخين اللي اتكلموا عن الأيام السوداء دي، هيوصلك إحساس غريب كده إن البلد ما كانش فيها حد خالص، هس شوارع فاضية وريحة الموت في كل شبر، أصوات صريخ على عياط على طقطقة نار ما بتاكلش غير نفسها. تعالوا بقى نشوف المؤرخين قالوا إيه عن الشدة. مؤرخين زي ابن كثير والمقريزي بيحكوا لنا ويقولوا إن اللي كان دماغه تسوحه ويفكر ينزل يتمشى لوحده في شارع ولا في حارة كان بيتخطف ويسلخوا جلده ويتشوي ويتاكل وعظمه يترمي في الشارع. بقى تحت الكلية وجرب. انا بقترح يا دكتور ان احنا نطلع كل اللي في البطن وبعدين نقلبه على ظهره مره واحده. في التعاظ الحنفة بيحكي ويقول ان الخليفة المستنصر بالله قرر في يوم انه ينزل يتمشى في جنينة من جناينه، بس اكتئب واتخض من الخراب والجوع والجتت اللي لقاها مرمية على طول الطريق، لدرجة ان لغى خروجته ورجع جري على قصره وبعت رسائل لحكام بلاد تانية عشان يبعتوا ينجدونا. وبيكمل المقريزي ويقول إن الأمور كانت كارثية لدرجة إن المستنصر قرر يبيع صيغة ومجوهرات حريمه، ومش بس كده، ده الراجل خلع رخام وإيشان الأصول الفاطمية وباع عفش بيته عشان يتصرف ويجيب أي فلوس تساعد في فك ولو جزء بسيط من المصيبة دي. قول ربنا يفك كربتك يا حسن يا جرجاوي. وضيف ابن الأثير من بشاعة المشهد ويقول إن حتى الكلاب والقطط اختفوا تماما من الشوارع، في إشارة إن الوضع كان صعب جدا لدرجة إن الناس خلصت على الكلاب والقطط. وبيكمل المؤرخ ابن طغري بردي ويقول إن حتى الخليفة كان بياكل صدقة. وابن الطوير اللي معظم كلام المقريزي متاخد من كتاباته بيحكي لنا حكاية الست رصد أم الخليفة اللي باعت صيغتها وأخدت مركب وطلعت على بلاد بره تشتري قمح وغلة عشان توزعهم على الشعب، اللي حاله بقى يصعب على الشيطان نفسه. بس للأسف المركب هتغرق بيها وبفلوس صيغتها. وابن طغري بردي بيقفل الحدوتة المرعبة دي بجملة كده ممكن تخلينا نفهم الدنيا وقتها وصلت لفين. بيقول مرات الخليفة ماتت من الجوع على سريرها الذهب. كل الحكايات دي ومفيش سطر واحد يوحد ربنا اتكتب عننا، عن المصريين، ولسه الشوارع هس وريحة الموت بس هي اللي مسيطرة على الصورة. قال لا، أمال المصريين راحوا فين يا شوية مؤرخين؟ وديتوا الشعب فين يا حازم؟ الموضوع ده هيخلي الفار يلعب في عبي
وقرر اقضي كواليتي تايم من النوع اللي بتحبه دهب بنتي، وننزل رصة الكتب اللي في مكتبتي كلها على الارض ونقعد ننكش بقى. وبدأت ادعبس جوه زخانيق سطور كتب التاريخ وصفحاته المستخبية. لقيت حاجة لخبطتني اكتر. اللي كتب عن الشدة المستنصرية كان مؤرخ اسمه ابن الطوير، ونقل عنه ابن كثير، فنقل عنهم ابن الأثير، قام جاي ابن إياس وقال اشمعنى أنا، فقام ناقل عنهم هو كمان. كلها كانت نسخ مكررة من حدوتة واحدة لمؤرخ واحد كان أصلا شغال باش كاتب في البلاط الفاطمي. يعني مين يشهد للعروسة؟ ده غير إن أول حد كتب عن الحكاية دي بعد الباش كاتب كان أبوك الحاج المقريزي، اللي جه بعده ب 300 سنة، وكلامه كله كان منقوب بالمسطرة. وطبعا النقل بالمسطرة ده ما يمنعش ان كل وسطى فيهم بيحط التاتش بتاعه ويزود فلفل وشطة الحكيوة. كلهم كتبوا عن الخليفة ومامة الخليفة ومرات الخليفة والزومبي اللي منظرهم جاب اكتئاب للخليفة، بس ما حدش جاب سيرة الفلاحين والزرع والأرض غير إنها بارد. المهم مش هطول عليكم. الخليفة فاكرين اسمه؟ المستنصر بالله. هيبعت لأمير الجيوش بدر الدين الجمالي القائد العسكري الأرمنلي، يطلب منه إنه يحط شبشب في رجله وياخد أول مركب جاي على مصر، ويجي يشوف حل في موضوع القطط والكلاب اللي ما بقتش موجودة في الشارع ده. طب ما تقول كده من الصبح، أنا من زمان نفسي أبقى حرامي، إيه المشكلة يعني؟ وقد كان يوافق بدر الدين الجمالي على طلب الخليفة، ولكن بشرط واحد بسيط، إنه لو جه هيجي برجالته وجيشه. بيوافق طبعا الخليفة، وبعد 7 شهور يوصل بدر الدين الجمالي مصر، ويحط المقريزي بقى التاتش بتاعه، ويقول إن بمجرد وصول ديك البرابر خلاص الأمور اتظبطت والفوضى خلصت والحياة بقى لونها بامبي، وإن سبع البرومبا اللي ما جابتوش ولادة قطع لسان الناس الوحشين. قفشت أنا بقى في موضوع الناس الوحشين ده، وبدأت النكشة تحلو، والقصاقيس المستخبية تحت سجاجيد القصور طراطيفها تنادي عليا. بقول لك ايه؟ هو احنا اشرار قوي ولكن ظرفاء قوي قوي. اتكعبلت في كام سطر كده في صفحة من كتاب لمؤرخ مصري اسمه ابن ميسر، بيقول إن بدر الدين الجمالي صلب 40 فلاح مصري في يوم واحد وعلقهم على بوابات حارات القاهرة. بعيدا عن إن الرقم ده أكيد مبالغ فيه، بس موضوع إن عركة يوصل صوت زعيقها لبوابات القاهرة ده بيقول إنها ما كانتش حاجة صغيرة، ده كان حوار كبير ومسمع لدرجة إنه قلق منام الخليفة ووزيره. وبكده أبقى أخيرا عثرت في المصريين اللي ما جاتش سيرتهم غير في موضوع الزومبي واكل الرمم ده. وده بالنسبه لي كانت اول طرف في اول قصقوصه هربدها الزمن وخباها صناعيه رد التاريخ على البارد تحت السجاجيد، وتاخدني النكشه لنكشه تانية اتخن منها. واعترت على آلة زمن خلتني اسافر للايام السوداء بتاعت الشده واشوف اللي مقص المونتاج حذفه. ما تتعورش أبو شيبان عور. وثائق الجنيزة. قبل ما اقول لك لقيت ايه في وثائق الجنيزة، خلينا اشرح لك الاول ايه الجنيزة دي. حاجة كده ممكن تقول عليها السحارة بتاعت تاريخ مصر ايام الشدة المستنصرية، مكان في المعبد اليهودي بيخبوا فيه اي ورقة او قصقوصة مكتوب فيها اسم ربنا، حتى ولو كانت فاتورة او وصية او جواب غرامي. ما كانوش بيرموا حاجة، كانوا بيخزنوا كل حاجة. كانت رسالة صغيرة مش من قصر ولا من خليفة، من واحد اسمه نتان ابن نهرائي، يهودي مصري كان ساكن في رشيد، باعت لصاحبه في الفسطاط من حوالي 964 سنة، يعني في عز الشدة اللي بنحكي عنها قبل ما بدر الجمالي يوصل. الراجل بيقول لصاحبه انهم خبوا القمح وكنفوه قبل العيد عشان هليبة الخليفة لو شموا خبر هيجوا يحطوا ايديهم عليه. والقصقوصة التانية كانت فضفضة عامل بيحكي انهم قرروا يقفلوا ورش النسيج بتاعهم ويعملوا اضراب عشان بلطجية الخليفة ووزيره يتعلموا الادب ويبطلوا سرقة شوية.
تالت قصقوصة، ودي كانت بالنسبة لي مفاجأة الصراحة، لأني كنت فاكر إن مفيش أكل خالص والدنيا خربانة. لقيت حد كاتب بيقول إنهم ما كانوش بيرضوا يطلعوا لحد قمح خالص غير لما يتأكدوا إنه مصري جعان فعلا ومش لاقي، وإن الخليفة وقلاضيشه مش هيطولوا مننا حباية قمح واحدة. رابع قصقوصة بقى لقيتها في شوية طراطيش كلام متنطورين ما بين كهنة وأساوسة، كانوا بيخبوا القمح تحت المذبح عشان بعد كده يوزعوه في السر للي محتاج ومش لاقي. وتيجي بقى خامس قصقوصة تكمل ملامح الصورة وتاخدني في شقلباز لتفصيلة كيوت. المحتل الفاطمي وهو بيحرق قرى وبيوت الناس الوحشين كان من غير ما يقصد طبعا بيحرق معاها سندات ملكية أراضي الفلاحين، وفي الوقت نفسه شوف سبحان الله يا أخي كانت دفاتر الأرض والجباية بتختفي. الدفاتر اللي المفروض ولاد الحافية كانوا عاملينها عشان حصر الملكيات ويعرفوا منها كل فلاح عليه أتاوة قد إيه. أتاوة هتروح لخزنة الخليفة الغلبان اللي يا عين أمه نفسه مقطوع من كتر الجري ورا بلبله اللي صوته مهيج قلبه. يروح الفلاح الغلبان تاني يوم الصبح على أرضه يلاقي الأرض اتحرقت في الانفلات الأمني، وقلاضيش اللي ما يتسمى واقفين له وبيقولوا له اثبت إنها أرضك. ايه اللي قالوا رجالتك قالوا ايه؟ الحق هو اللي يمشي. طب ما تمشي يا وطبعا خلاص ما بقاش معانا اللي يثبت حقنا في أرضنا، لأن الورق في الديوان والديوان اتحرق. أبوك الحاج المقريزي بذات نفسه بيقول إن المعلمين حطوا إيديهم على معظم أراضي المصريين وخلاص دخلت ضمن أملاك الوصية. خليني أقول لك إن كنت فاكر إن كلامي ده كله مجرد استنتاج نكشاوي بحت، لغاية أما لقيت ابن ميسر المصري كاتب إن عساكر اللي ما يتسموا كانوا بيحرقوا القرى والنار كانت بتاكل البيوت والسجلات، وبعد كده يروحوا يحطوا إيديهم على الأرض. يعني الموضوع مش إشاعة بقى. بس الفلاح المصري ما سكتش، ما راحش يشتكي، ما كتبش عريضة، لا كتب على دراعه. والمصحف مسيحي، والمصحف ما ببالغ، وشموا سندات ملكياتهم للأراضي على دراعاتهم. وبكده نبقى عرفنا أصل الوشم والدق اللي كان بيبقى مزين دراعات وصدور جدودنا في الصعيد والفلاحين. وحتى لو ما كانش الوشم عقد رسمي فهو على الأقل كان صورة من صور التمسك بالحق بإبرة وسن حديد. بدر الدين الجمالي لما جه مصر كان طمعان في كم مليار يزود بيهم أرصدة حساباته. كان جاي عشان يفطس حاجة اسمها السيطرة الشعبية ويكوش على اللي كان لسه باقي من أرض مصر. المؤرخ ابن طغر بردي بيقول في كتابه النجوم الزاهرة إن روبن هود الغلابة اتعامل مع مصر زي أي محتل ما بيعمل. قسم مصر 4/4 خريطة عسكرية معمول فيها نقط تفتيش جوه كل قرية، وعين على كل قرية واحد من قلاضيشه واقف بسيفه المسنون فوق دماغ الفلاحين. وفي وسط ما انا بنكش لقيت نص بردية تانية محفوظة في المتحف المصري برضه بيرجع تاريخها للقرن ال11، بتقول ان الفلاح ما كانش ينفع يحط بذرة في الارض الا بعد ما يطلع الدور السادس عند مدام عفاف ويختم الاذن بالموافقة. نيجي بقى لمربط الفرس. ليه اصلا كل الاكشن ده حصل؟ ليه المصريين الاشرار رفضوا يسلموا القمح للحكومة؟ ليه خبوا القمح؟ ليه بدر الدين صلب مصريين على بوابات المحروسة؟ ليه المحتل المجرم ده كان بيحرق القرى والمحاصيل والسجلات وبعدين يضم الأرض لأوقاف الدولة؟ المقريزي الله يبارك له كانت عنده آخر قصقوصة من قصايص الصورة اللي اتقطعت من كتاب قلب التاريخ، الصورة اللي فيها الميكنج بتاع فيلم المصريين الزومبي اللي كانوا بياكلوا بعض. الخليفة كان مقضيها ذهب وهدوم حرير لجواري وبرفانات وحاجة آخر دلع، ونازل فرتكة في الفلوس يمين وشمال، وفي الوقت نفسه وزيره مطلوق على خلق الله بيلم منهم القمح بالعافية عشان يصدروه أوروبا، وخزانهم أصفار أرصدتها تزيد والمصريين بيقسموا ربع رغيف عيش مش لاقيينه أصلا. وتأكيدا على كلام المقريزي بنلاقي ملحوظة كاتبها رحالة فارسي جه مصر في القرن ال11 بيقول فيها إيه؟ إنه شاف مراكب محملة حبوب مسافرة فين؟ أوروبا، واستغرب جدا من القمح اللي بيتصدر بره والناس في مصر مش لاقيه تاكل. ده غير ان في وثيقه من وثائق الجنيزه بتقول ان اليهود هم كمان كانوا بيجمعوا القمح والحبوب ويصدروها لبلاد بره، مع انهم عارفين ان ولاد عمهم مش لاقيين العيش الحاف، ولاد الصرمه واطيين من يومهم. صحيح، بمناسبه بدر الدين الجمالي، فاكر الورقه والقلم اللي طلبت منك تحطهم جنبك في حلقه خالد الذكر صلاح الدين الايوبي؟ عاوزك بس والنبي
تشد خطين 3 تحت الجزئيه دي وتركنها لي على جنب عشان هنحتاجها بعدين. وقلت لك اركن لي الاسم ده على جنب عشان هنحتاجه بعدين. وزير الماليه الفاطمي اللي مات وساب ثروه وراه قدرناها ساعتها ب 2 مليار دولار، اهو الوزير ده بقى يبقى ابن بدر الدين الجمالي. احنا شعب علم الكوكب كله يعني ايه حرمه الجسد، حنطه، عمل له زفه لمقامه في وسط طقوس بتخلي قلبك يتكتك من المهابه والخشوع. احنا اللي وشمنا حدود غطانا على جلدنا وكتبنا تاريخنا عليها. احنا اللي كتبنا اول كود اخلاقي في الدنيا، قوانين الماعد، واللي فيها سطر بيقول ما تقطعش الشجره، واللي متربي على حرمانيه قطع شجره استحاله يقلب زومبي لما يجوع. لما يجوع المليان دايما هيكب على الفاضي. الفاضي اللي مصدق 100% ان محدش في مصر هينام من غير عشاء. هنلم بعض على حصيرة الصيف الواسعة، على طبلية ابونا، وتتأخر ايدينا في انها تتمد وتاخد اخر فتفوتة عيش متبقية في الطبق الفاضي. اللي كتب ان جدي وجدك كلوا بعض لما جاعوا ما كانش مصري، كان محتل اجنبي متربي في صحراء خايف فيها من جاره، مرعوب فيها على معزته، اللي لو جاره اللي ساكن في الجبل اللي وراه عطر فيها هيذبحها ويعمل عليها حفلة باربيكيو خمر ونساء على شرف المعزة الغنيمة. فبعد كده لما تسمع حد من اياهم بيقول ان المصريين كلوا بعض لما جاعوا، قول له باكسنت صحراوي روح على امك. وما تنساش تعمل شير للحلقة ومنشن لصاحبك، واحكي لابنك الحدوتة وقول له عمك مالك ابو دهب بيقول لك ارفع راسك فوق انت مصري. استنوني الحلقة الجاية ونكشة جديدة هتخلينا نشوف كواليس حواديت تاريخنا قبل المونتاج. مصادر الحلقة سايبها لكم تحت الفيديو في قناتي على اليوتيوب. مستني تعليقاتكم وأسئلتكم. لايك، شير وسبسكرايب عشان التاريخ لسه فيه نكش كتير. ارفع راسك انت مصري، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. ارفع راسك انت مصري، انت وقفت جنب جارك في اللجان. ارفع راسك انت مصري، انت رجعت المصري بتاع زمان.